هم مين ود وسواع ونسرة؟ مين دول؟ قال تعالى في كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دايما لما كنت باجي بقرأ في سورة نوح، لما كنت بوصل عند الآية دي ما كنتش بفهمها. هم مين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ مين دول؟ دول أسماء رجال كانوا صالحين، كانوا من قوم سيدنا نوح عليه السلام، وكانوا مثال في الورع والتقوى. فلما توفاهم الله عز وجل الناس زعلوا عليهم زعل شديد، وده إحساس بيصيب أي حد مننا لما راجل كده كبير يبان عليه الهيبة والاحترام والتقوى ينتقل إلى ربه عز وجل. حتى ممكن لو ما تعرفهوش معرفة شخصية، وجود الناس دول وخاصة أهل المساجد ربنا يجعلنا منهم ويطول في عمرهم، لما حد فيهم بيموت فعلا بتحس بضيقة كده في صدرك، تزعل عليه زعل جامد. فالرجال الصالحين دول لما توفوا حبوا يعملوا أي حاجة تفكرهم بيهم، فجت لهم فكرة إن هم يعملوا ليهم في الأماكن اللي كانوا بيقعدوا فيها الناس الصالحين دول، يعني يعملوا أنصاب، يعني شيء كده أو مجسم للناس دي، وكل مجسم من دول بيسموه باسم العابد بتاعه عشان يفتكروهم، وتبقى المجسمات دي او الانصاب دي معينه للناس اللي عايشه على عباده ربنا سبحانه وتعالى. اللي هو انا كل ما اعدي على النصب ده او المجسم ده افتكر العبادات اللي كنا بنعملها سوا، وافتكر العلم اللي اتعلمته على ايد الرجال الصالحين دول، واقعد اتقرب الى الله سبحانه وتعالى واتعبد له. لحد هنا الكلام جميل ومش بطال، كلام مقبول نوعا ما. فعملوا المجسمات دي لحد ما الناس نفسها اللي عملت النصب او المجسمات دي ماتت، وجه جيل تاني ما شافش الصالحين دول ولا قعد معاهم، كان مجرد كل الاخبار اللي بتوصلهم عنهم من ابائهم اللي نصبوا ليهم المجسمات دي. وحتى الجيل التاني ده مات، وجه جيل تالت وراهم برضه كل اللي يعرفوا عن الناس دي كلام وصله من ابائه او من اجداده. فجه جيل طالع شايف مجسمات لناس وعليها اسماء، وبدات المعلومات اللي عنده عن الناس دي تقل. والمشكله بقى في نسخ العلم، يعني التغيير في العلم، او حصل في العلم ده تشوه. فهنا تدخل الشيطان، وسوس الشيطان للجيل ده اللي هو معلوماته بسيطه عن الدين او عن القوم الصالحين دول، فالقى في اذهانهم فكره ما تبان مقنعه جدا جدا جدا. قال لهم انتوا عارفين مين الناس دول؟ قالوا له اه عارفين ان دول ناس اجدادنا قالوا لنا عليهم ان دول كانوا قوم صالحين. فقال لهم طب هم عملوا ليهم الانصاب دي ليه؟ فقالوا عشان يفتكروهم بيهم. قال لهم لا، انتوا فاكرين ايه؟ ده كانوا ابائكم واجدادكم بيتقربوا لله عز وجل بهذه الانصاب. كان الواحد فيهم يروح عند النصب ده ويدعي ربنا ويتقرب لله بهذا النصب. انت مفكر نفسك انت هتخش على ربنا كده من غير واسطه، من غير ما تحدد ميعاد؟ انت ما تعرفش ربك الكبير الخالق المتعال عايز تتقرب اليه كده مباشره منك ليه؟ فالجيل ده لما سمع الكلام ده من الشيطان، الكلام يبان مقنع جدا وحقيقي 100%. والله فعلا ازاي ربنا سبحانه وتعالى انا هتجرأ واطلب منه كده الطلب مباشره؟ ده احنا دلوقتي في الايام الحاليه لو في دكتور كبير شويه ومشهور وعايز احجز عنده كشف، ممكن احجز الكشف ده قبلها حرفيا بشهر وممكن اكتر. فانا بقى عايز ادخل على ربنا سبحانه وتعالى وادعي له واشتكي له كده على طول؟ لا، ده الشيطان كلامه مظبوط. فراح قالوا له طب نعمل ايه؟ دلنا. قال لهم انت تروح عند النصب ده تدعي له هو باسمه، تقول له يا فلان اقضي لي حاجتي، كلم لي ربنا عشان يدخلني الجنه، يا فلان قول لربنا انا مش هستحمل عذابه. وروح بقى عنده واذبح له الذبايح، يمكن ود ولا سواع ولا يغوث دول يرضوا عنك، ولا حد فيهم يوافق ان هو يكلم ربك سبحانه وتعالى عليه. يا اخي الواحد مش عارف يقول لك ايه يا اخي يا ابليس، والله شكرا ان انت وضحت لي الصوره. انا مش عارف من غيرك ازاي كنت هتعبد لربنا سبحانه وتعالى. تخيل كنت هغلط وهسجد لله وحده، تخيل كنت هتجرأ كده واقول يا رب مش هستأذن من اللي حواليه. يا دي الحوسه، كلام يبان مقنع 100%. لو واحد جديد عهد بالاسلام، لسه مسلم جديد وما وصلتهوش معلومات صحيحه عن الاسلام، واي حد قال له الفكره دي هتبقى مقنعه جدا بالنسبه له. اله واحد خالق عظيم، انت فاكر انه هيسمعك كده؟ هيترك تدبير شؤون العباد والسماوات والارض ويسمعك؟ لا لا لا، ما اقدرش اقول كده، انا اسف. طب اعمل ايه؟ روح شوف هناك كده في الهه اعبدهم، دول بشر زينا، اطلب حاجتك منهم. ولو دول وهم ميتين كده في التراب لا بيسمعوا ولا ينفعوا ولا يضروا، لو قبلوا منك اعتبر ان ربك عز وجل قبل وهيساعدك وهيقضي لك حاجتك. يا اخي شكرا يا اخي، مش عارف من غيرك كنت هاشرك بالله ازاي. كلام مقنع جدا. الحاجه الوحيده اللي تثبت خطأ الكلام ده هو كلام الله عز وجل في كتابه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن يشرك بالله فقد افترى على الله اثما عظيما ولا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هو ده بس اللي بيثبت غلط الكلام المقنع اللي احنا قلناه من شوية. يعني انت متخيل اكبر فعل موبق واكبر فعل مهلك في التاريخ بدأ بفكرة، بدأ ببدعة؟ وده يوصلنا لنقطتين مهمين جدا جدا جدا. ان اولا الحمد لله انه واحد لا شريك له،
هيكله، وان بيني وبين ربي عز وجل الكبير المتعال مفيش حائل. عايز ادعي ربنا سبحانه وتعالى، ارفع ايدي واقول يا رب وهو هيسمعني مباشره. عايز مزيد من الخشوع ومزيد من التعظيم، اروح اتوضى واصلي واركع واسجد بين ايديه سبحانه وتعالى. ولو عايز مزيد من التعظيم، ازين صلاتي واحسنها وازود من خشوعي فيها. بس كده، بس كده، يعني ما اروحش لحد ولا اطلب منه حاجه، تروح لربك مباشره. النقطه الثانيه ان قد ايه البدع دي خطيره. يعني لما نيجي نقول الدين ده توقيفي، يعني ما فيهوش تجديد ولا تعديل. الدين يؤخذ من الكتاب والسنه وفعل الصحابه وفهم اهل العلم فقط. يبقى نصدق ونعمل كده، ما تقعدش تخترع. ما تقولش انا هقعد لوحدي اقرا قران وسنه واعمل فكر جديد، لا يجوز مطلقا. ايوه، يعني انا لو جيت دلوقتي طلعت بفكره جديده او عملت اللي المشايخ بيقولوا عليه البدعه، انا كده بقيت مشرك؟ اكيد لا. لكن انت كده ممكن تبقى حطيت رجلك على اول الطريق. لازم تفوق وترجع، لان لا انا ولا انت ولا غيرنا قده ولا نقدر على اخره. لانه ببساطه ممكن يوصلك لاكبر جريمه في الكون، الجريمه التي لا تغتفر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. شوف، فكره جديده دخلت على الدين وتكاد تكون مقنعه جدا، تكاد تكون عقلانيه جدا، اهو الشيطان القى فيها وحورها وخلى الفكره تبقى ابعد ما يكون عن الدين، ابعد ما تكون عن الطاعه وعن العباده. بل واثار الفكره دي موجوده لحد يومنا ده. فنسال الله تعالى العفو والعافيه والبعد عن الشرك والكفر.